بصوا يا جماعه، ناس كتير بتقعد تقول محمد صلاح لو اداؤه مش تمام في المنتخب يطلع بره المنتخب او ما يخشش المنتخب معانا، او يطلع وحد مكانه ينزل. مبدئيا لازم ترد على نفسك وتقول مين هينزل. انا اقول لك صلاح ما ينفعش قسما بالله يخرج من الارض. ليه؟ بص الكره دي، المدافع اول ما حط ايده على عينيه صلاح راح واقع على الارض على طول. صلاح كان ممكن يجري، كان ممكن يفتح سبرنت، كان ممكن يروح ياخد الكوره، ممكن يعافر، ممكن يزق ايد المدافع ويروح وياخد الكوره عادي، بس الفار ما كانش هيبص عليها. صلاح عارف ان جوه منطقه الجزاء ان اي لبش بيحصل لازم اللعيب يعمل دراما عشان الفار يبص عليها. تمام. لان الفار لو لقاها كرة عاديه واتنين بيجروا ورا بعض وخلاص، مع انه برضو اداله كشاف في عينيه، مش هيعمل حاجه. فصلاح عمل لقطه عشان الفار يبص على الكوره. وبعدين محدش في الماتش المعقرب ب 60 نيله ده هيقوم داخل حاطط لك بانينكا في نص الجون زي ما هو حطها كده. هتقول لي يا عم ده الماتش ده بس وبتاع ومش عارف ايه، بس لا برضه ساعات بيبقى مش موجود الماتش كله. طيب نرجع لزيمبابوي. حلو. يرجع لزيمبابوي. بص الكرة دي في الدقيقة 91 صلاح ما كانش موجود الماتش كله. بص يا غالي، شايف هنا لو انت شايف معايا الماوس كده، الكرة هنا عالية، مصطفى محمد المفروض هينتشها بدماغه. بص صلاح واقف فين. اي حد يتوقع اي حاجة دلوقتي مثلا يتوقع معايا صلاح ممكن يعمل ايه. صلاح لو لعيب غير صلاح هيعمل ايه؟ يا اما هيجري كده، حلو، يا اما هيطلع بره عشان يستلمها عشان يشوط. تمام. انما بص صلاح عمل ايه. صلاح توقع السلايد اللي هيتعمل من مصطفى محمد ودخل جوه من قدام المدافع. المدافع ما توقعوش، لان حتى المدافع ما توقعش ان هو هيجي يكسر لقدام. فيا جماعه احنا مش محتاجين صلاح، والله بجد احنا مش محتاجينه طول الماتش، احنا محتاجينه في دي، في الحتت دي. ف بلاش تقول محمد صلاح يطلع من الارض، ان قبل ما تقول قول مين هينزل يعمل اللي صلاح بيعمله. ولو انت مش فاهم اللي صلاح بيعمله يبقى احنا كده بقى بنتكلم في حوارات.